أهلا بيكم. تعالوا نتكلم مع بعض بشكل سريع كده عن أهم الأحداث والتطورات والأخبار اللي متوقع إن هي تكون موجودة معانا خلال تداولات الأسبوع الجديد. خلونا نتكلم في البداية عن إن الأسبوع ده هو هيكون أسبوع صعب جدا من ناحية التداولات، لأن متوقع إن يكون عندنا فيه تغيرات جيوسياسية كثيرة قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسواق. وخلونا نرجع لإغلاقات الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي الأسواق أغلقت وإحنا عندنا نوعا ما حالة من الاستقرار الجيوسياسي. كان تم وقتها الإعلان عن فتح مضيق هرمز من جديد، وكنا وقتها شفنا تراجع لأسعار النفط وتراجع للدولار بصورة كبيرة، وشفنا أداء ممتاز لأسواق الأسهم الأمريكية وعودة ارتفاعات الذهب أو استمرار الذهب في الارتفاع بشكل كبير. لكن كان عندنا تطور مهم جدا أثناء أجازة الأسبوع، وهو الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز مرة تانية. وبالتالي متوقعين إن احنا مع افتتاح الأسواق مباشرة يكون عندنا تقلبات كبيرة جدا في الأسواق، خاصة على النفط اللي مرشح للارتفاع بشكل كبير جدا مع بداية تداولات الاسبوع نتيجه للاغلاق اللي حصل مره تانية بالنسبه لمضيق هرمز. ومتوقعين كمان ان يبتدي يحصل ارتفاع للدولار امام سله العملات بصوره كبيره وضغط على اسواق الاسهم الامريكيه. يمكن احنا ما عندناش اخبار هامه اثناء الاسبوع، لكن خلونا ايضا نلقي نظره على ما حدث الاسبوعين الماضيين. احنا كان عندنا الفتره الاخيره ارقام سوق العمل الامريكي، وكان عندنا ايضا ارقام التضخم الامريكيه. ارقام سوق العمل الامريكي صدرت بنتيجه جيده، او كان عندنا ارقام جيده بصوره افضل من التوقعات. المشكله عندنا في ارقام التضخم اللي ارتفعت لمستويات ال 3.3% وضغطت على الاسواق ان احنا من المتوقع ان الفدرالي الامريكي لن يكون قادر على خفض الفائده نتيجه معدلات التضخم المرتفعه. لكن لما كان ابتدى يظهر عندنا حل سياسي، ابتدى مره تانية يعود للاسواق فكره ان ربما ارتفاع التضخم هو هيكون ارتفاع مؤقت بالتاكيد نتيجه لارتفاع اسعار الطاقه، ومع انتهاء الازمه الحاليه هتعود ارقام التضخم مره تانية للانخفاض. وبناء عليه ابتدت الاسواق يبقى عندها حاله تفاؤل ان ربما الفدرالي الامريكي يكون لديه القدره على خفض الفائده. وبناء عليه ارتفع الذهب، ارتفعت اسواق الاسهم الامريكيه تراجعات قويه بالنسبه للدولار الامريكي. ومش بس كده، احنا كمان كان عندنا حاله من التفاؤل والايجابيه بالنسبه لاسواق الاسهم الامريكيه للناس اللي متابعاه، بسبب فكره ان احنا بدانا موسم نتائج الارباح للربع الاول من عام 2026، والتوقعات حتى الان بتشير الى ايجابيه النتائج دي. ليه بقى؟ او ايه اللي خلى الاسواق تكون او تتفاعل بشكل قوي جدا؟ لان احنا عندنا نوعا ما حاله من التخوف بالنسبه لاسواق الاسهم الامريكيه، خاصه بالنسبه للشركات التكنولوجيه وشركات الذكاء الاصطناعي، بسبب الخوف من الانفاق الكبير اللي بيتم على البنيه التحتيه للذكاء الاصطناعي وقدره الشركات على تحقيق ايرادات قويه الفتره الجايه. فبالتالي لما بقى عندنا حاله من التفاؤل وان الشركات بالفعل متوقع ان هي تحقق نتائج جيده، كانت الاسهم الامريكيه نقدر نقول ان هي بتحتفل بالموضوع ده، وبناء عليه ارتفعت الاسهم. ومع النتائج الجيده اللي لو ظهرت الفتره الجايه وكان استمر حاله الهدوء السياسي، كان هيبقى عندنا ارتفاعات قويه. لكن في الوقت الحالي احنا عادت عندنا التوترات وبشكل كبير مع اقتراب انتهاء وقف اطلاق النار اللي هينتهي يوم 21 ابريل. وبالتالي لو تم الوصول ليوم 21 ابريل وعاد اطلاق النار من جديد، هتكون ازمه كبيره بالنسبه للاسواق. هنعود للتحركات السابقه اللي هي ارتفاعات قويه في النفط، ارتفاعات بالنسبه للدولار، تراجع للذهب، وتراجع لاسواق الاسهم الامريكيه. وبالنسبه اللي بيسال عن الذهب، فالذهب ببساطه هو بيتراجع نتيجه فكره التخوف من ان ارتفاع التضخم قد يؤدي الى عدم وجود اي عمليات خفض الفائده، والذهب مش محتاج او مش عاوز ان يكون عندنا ارتفاع للفائده. الذهب محتاج ان يتم تخفيض الفائده الفترات اللي جايه عشان يتم الاتجاه اليه بصوره كبيره. وبالتالي تطورات كتيره او تحركات كتيره هتكون معتمده على اللي هيحصل. عندنا 3 سيناريوهات. السيناريو الاكثر تفاؤلا هو الوصول لانهاء الازمه الحاليه بعد الحديث في الوقت الحالي ان ربما يكون عندنا مفاوضات يوم الاربعاء القادم. لو تم فيها التوصل لاتفاق هنكون عندنا ارتفاعات قويه للاسهم، ارتفاعات قويه للذهب، تراجعات بالنسبه للنفط، تراجعات بالنسبه للدولار. السيناريو الثاني ان يتم تمديد الهدنه بدون التوصل لاتفاق، وده برضو يعتبر من الاشياء الوارده بشكل كبير، وقتها هنشوف تضارب كبير جدا في الاسواق. الحاجه الثالثه ان نعود او ان تفشل المفاوضات ونعود مره ثانيه الى الحرب، ووقتها هنرجع لنفس التحركات اللي كانت موجوده عندنا اثناء الحرب بالظبط، لكن مع مراعاه ان ارتفاعات النفط المره دي هتكون اكبر بصوره كبيره جدا. طيب في نقطه مهمه جدا لازم نركز عليها الاسبوع ده هيكون عندنا حديث لكيفن وارش، وكيفن وارش هو المرشح او نقدر نقول رئيس الفدرالي القادم اللي هيتولى مهامه بعد انتهاء الرئيس الفدرالي الحالي جيروم باول. هيكون عنده شهاده امام مجلس الشيوخ. الشهاده دي الاسواق بتنتظرها بشكل كبير، لان هنقدر نفهم منها نوعا ما توجهات كيفن وارش الفتره الجايه. هل هو بيحاول يتكلم او هيتكلم عن فكره ان عندنا او ما زال عندنا امل ان يكون عندنا خفض فائده لعام 2026، ولا هيستبعد الموضوع ده؟ وده
برضه هيكون واحد من الأسباب أو من الحاجات الرئيسية اللي هتؤثّر على التحرُّكات بشكل كبير. فببساطة جدًا أسبوع متوقّع إن يكون عندنا فيه تقلُّبات كبيرة، متوقّع إن يكون عندنا فيه حركة قوية، وبالتالي لازم نكون واخدين حذرنا بشكل كبير، واستنونا في فيديو جديد.